لماذا لم يترك لنا شيء يا شيخ؟ أخذ المصحف الحقيقة الذي جمعه أمير المؤمنين. طب لماذا الإمام أخفاه؟ بدل ما يختفي يسيبه لنا يا سيد. يعني أنا قبل ما اختفي أترك لعيالي الطعام والشراب والمال، لكن ده اختفى وخد كل حاجة معاه ومشي. فهرب، ما عندهم إجابة. يا الله، سلام عليكم. نعم، سلام عليكم سيدنا. حياك الله سماحة الشيخ عبد الرزاق، بشرونا عن صحتكم يا سيد. الحمد لله رب العالمين بخير والحمد لله. الله يحفظكم متى تزورون في المكسيك إن شاء الله؟ الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله. نحن الله يحفظكم حبيب. نتمنى أن تزورنا في المكسيك إن شاء الله. الحمد لله، إذا شاء الله، إذا كل الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لكم إن شاء الله العناية والرعاية والتسديد والرشاد. آمين. بحق محمد وآل محمد. آمين. لعل هذا الدعاء حينما يخرج من قلب مظلم يصل إلى أسفل سافل. سبحان الله. حياك الله يا شيخ. إن شاء الله. إن شاء الله سيدنا. حياك الله يا شيخ. أنت المتفضل علينا، ذكرتنا بالدعاء ودعوت لنا. بارك أنت الله المتفضل فيك. بارك الله فيك. هل تسمح لي أن أفتح لك الكاميرا؟ حاليا أنا في المخدع. يلا الهول. أنا أريد أن أفتح الكاميرا ناحية اتجاهي أنا لتسلموا علينا دون أن تفتح أنت من لديك، أم أن الأمر يصعب عليك الآن؟ أعذرني الآن، أعذرني فيه فرصة أخرى إن شاء الله. لا بأس يا شيخ عبد الرزاق سماحة الشيخ عبد الرزاق الحجاجي، نحن نسعد بك. نعم. يا شيخ كنت أقرأ الآن رواية في كتاب الكافي للشيخ الكليني في المجلد الأول صفحة 241 أن السيدة فاطمة سلام الله عليها مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخل حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة عليها السلام. يا لها من عجيب. نعم. يا لها من عجيب. هذا مصحف فاطمة عليها السلام. يا لها من عجيبة. أنا أقول يا شيخ، أين الآن هذا المصحف، مصحف فاطمة؟ أين أجده؟ المصحف ليس كما يعني ينصرف إليه، يتبادر إلى ذهنكم. لا، أنا أعلم هو ليس مثل قرآننا، لكن هو في حجم قرآننا 3 مرات. بل نعم، هو في هذا إملاءات أمير المؤمنين وإملاءات جبرائيل عليه السلام لفاطمة، لأن فاطمة عندنا في الروايات إنها محدثة صلوات الله وسلامه عليها، محدثة كما أن مريم عليه السلام محدثة. وكثير من هو النكتة الآن يا سماحة الشيخ عبد الرزاق، وين الآن مصحف السيدة فاطمة سلام الله عليها؟ عند الإمام الحجة. هو كل حاجة عنده، هو ما ساب لناش. لماذا لم يترك لنا شيء يا شيخ؟ أخذ المصحف الحقيقة الذي جمعه أمير المؤمنين، أخذ التفسير الصحيح، أخذ الجفر، أخذ صحيفة طولها 70 ذراعا، ها هي سيدنا صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج، أخذها الإمام. حتى مصحف السيدة فاطمة صلوات الله. سيدنا نعم سيدنا حبيبي. نعم. حياك. أرجو أن يكون النقاش فيه نوع من الهدوء. لا تختلط الأوراق عليكم. إحنا أخذ المصحف، أي مصحف، المصحف ما بين الدفتين، هذا اللي عند المسلمين، كل المسلمين موجود لهم هذا المصحف. نحن نقول الإملاءات يعني بيان المصحف الذي لا يتحمله إلا رسول الله وأهل بيته. طب وبيان المصحف هذا لماذا الإمام أخفاه؟ ولماذا أخفى الصحيفة التي طولها 70 ذراعا؟ ده هذه يا سيد أطول من الأهرامات التي في مصر، خوفو وخفرع ومنقرع. هذه الصحيفة التي أخفاها الإمام أطول منهم. لماذا أخفى؟ ثم إن علينا بيانه. اسمع ثم إن علينا بيانه. نحن نتكلم عن البيان وليس عن القرآن، عن بيان القرآن. بيان القرآن هذا الذي يعدد
3 أضعاف المصحف المكتوب. هذا هو البيان. طب لماذا الإمام أخفاه؟ بدل ما يختفي يسيبه لنا يا سيد. يعني أنا قبل ما اختفي أترك لعيالي الطعام والشراب والماء، لكن ده اختفى وخد كل حاجة معاه ومشي. فهرب، ما عندهم إجابة. صحيفة طولها 70 ذراعا الإمام خدها وهرب. مصحف فاطمة التي هو من إملاء فاطمة، على فكرة مصحف فاطمة هذا أعلى، مصحف فاطمة هذا أفضل من المصحف اللي معانا. انتوا عارفين ليه؟ لأن المصحف اللي معانا كتبت الوحي معاوية وغيره لم يكونوا معصومين، أما مصحف فاطمة كتبه علي. فالمصحف من قبل الله، جبرائيل كتبت الوحي، كتبوا للنبي، النبي كان يقول وكتبت الوحي. دي بقى مصحف فاطمة من قبل الله، جبرائيل كتب علي بن أبي طالب، وأصبح المصحف لفاطمة. فمصحفهم كانوا يريدون الطعن في المصحف، كانوا يريدون الطعن في القرآن، فقالوا بمصحف فاطمة. طب فين؟ مش موجود. والصحيفة اللي طولها 70 ذراعا دي كانت فين؟ برضو أخذها الإمام وهرب. يا الله، يا لها من عجيبة. كان معكم شيخ الشيعة المسمى عبد الرزاق آل جراح الحجاجي، نسأل أن يهدي رب أن يأخذ بيده إلى نور التوحيد.